سامعين الصوت ده؟ ده الصوت اللي الأكلة دي بسببه اتسمت مبكبكة. أكلة لذيذة جدا وسهلة، وميزتها إنها بتتعمل من أولها لآخرها في حلة واحدة بس. عشان المكرونة بتبقى طرية لما بتستوي، فلازم اللحمة اللي معاها برضو تبقى طرية مش بتشد. عشان كده معظم الناس بتعملها باللحمة الضاني، لكن أنا بحبها أكتر باللحمة البقري، فاستخدمت هنا قطعة طرية من اللحمة البقري وهي الموزة، وممكن برضو تستخدموا الفيليتو. الدايرتين دول كانوا نص كيلو، قطعتهم مكعبات صغيرة عشان تبقى سهلة في الأكل، وعشان تستوي بسرعة، وكمان عشان تاخد من طعم بقية المكونات وتوزع طعمها في الطبق كويس. مكعبات بالحجم ده كويس بالنسبة لي. معاها كمان قطعت بصلة، ودي ممكن تقطعوها صغير أو كبير، أي تقطيعة، كده كده البصل هيدوب من كتر التسوية. وعادة المبكبكة بتكون حراقة، والطعم الحراق اللي فيها بيجي من الفلفل. استخدموا منه الكمية اللي تحبوها، بس سيبوه سليم، أو لو كبير قوي زي اللي معايا ده اقسموه بس نصين. وعادي أنا قطعت الخضروات مع اللحمة على نفس البورد وبنفس السكينة، لأنهم أصلا هيستووا مع بعض في نفس الحلة. الخضروات فعلا لازم تتفصل عن اللحمة تماما لو هناكلها نية. كمان معاهم هحتاج عصير طماطم، فضربت كمية طماطم في الخلاط تديني كوبايتين عصير. دول كفاية لكمية اللحمة والمكرونة اللي هستخدمهم. وعشان أسوي المبكبكة كلها في نفس الحلة استخدمت حلة كبيرة، أكبر واحدة عندي. الحجم الكبير ده هيساعدني إني أشوح المكونات الأول بسهولة، وكمان عشان لما المكرونة تنفش بعد ما تستوي تفضل جوه الحلة برضو. شغلت النار بين المتوسطة والعالية، وحطيت فيها كمية زيت تغطي البيز بتاعت الحلة كلها. ولما اتأكدت ان الزيت سخن حطيت اللحمة فيه ووزعتها كويس، وسبتها شوية تكون كراست من غير ما احركها خالص. وانا سايبها كده حطيت التوابل، عبارة عن معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة بهارات لحمة. ما تزودوش قوي في التوابل والملح هنا، لان في الاكلة دي سهل قوي نزودهم في الاخر. بعد حوالي دقيقتين على اول وش، لما بقى سهل احرك اللحمة كده من غير ما تتقطع عشان لازقة في الحلة، قلبت اللحمة حوالي 3 دقايق كمان عشان تتشوح من كل حتة. يعني قلبتها لحد ما بقى ده شكلها. اللون الاحمر الاصلي بتاع اللحمة اختفى خالص وبقت بنية كده من بره، بس طبعا لسه ما استوتش من جوه. لما وصلت للمرحلة دي حطيت البصل والفلفل، وقلبتهم برضو في الزيت لحد ما البصل دبل، يعني بقى شفاف شوية وطري كده. وحطيت عليهم معلقتين كبار مليانين معجون طماطم. دول هيقووا الطعم واللون مع عصير الطماطم، بس بحب دايما الأول أقلب معجون الطماطم ده في الزيت شوية عشان أظبط طعمه. وانا بقلبه كنت بحاول اشيل حتت اللحمة اللي لزقت في الحلة من تحت وهي بتستوي، عشان ما تتحرقش وما تأثرش على طعم المبكبكة في الآخر، وكمان عشان تدوب في الصلصة وتقوي طعمها. بعد دقيقتين تقليب كده حطيت عصير الطماطم، وعليه حطيت كمية مية سخنة تغطي اللحمة بالكامل. ممكن هنا تحطوا مكعب مرقة لحمة عشان تقوي الطعم أكتر، أو تكتفوا بطعم اللحمة اللي استخدمتوها. أنا حطيت بس ورقتين لوريل اللي هو ورق الغار، وعشان في طماطم كتير حطيت سكر نص معلقة صغيرة بس. وأول ما الصلصة بدأت تغلي غطيت الحلة ووطيت النار، خليتها هادية وسبت اللحمة تستوي على النار الهادية دي. نوع اللحمة وحجمها بيفرق في وقت السوى. أنا خدت مني ساعة عشان تستوي، بس كل من ربع لنص ساعة كنت ببص عليها عشان أشوف لو المية اتبخرت أزود مية سخنة تاني لحد ما أغطي اللحمة بالكامل. وطبعا أقلب برضو عشان أتأكد إن مفيش حاجة لازقة من تحت، وأغطي الحلة وأسيبها تكمل سوا. بعد ساعة فتحت على اللحمة واتأكدت إن اللحمة وصلت لدرجة السوى اللي أنا عايزها. وعلى فكرة كل ما تبقى قطرة كل ما تبقى لايقة أكتر على المبكبكة. بعد ما اللحمة استوت بقى جه وقت تسوية المكرونة. المكرونة اللي عادة بتستخدم هي دي، أصغر شكل بيسموه المرمرية، بس ساعات بشوف مطاعم بتعملها بالحجم الأكبر من ده. ونسبة المكرونة للحمة بقى حسب ما تحبه، مش هتفرق. أنا استخدمت كيس مكرونة كامل اللي هو 400 جرام. وقلبت المكرونة في اللحمة كويس، وزودت مية سخنة تكفي تغطي اللحمة والمكرونة بالكامل، وسبت المكرونة تستوي. سوا المكرونة بياخد حوالي 10 دقايق أو ربع ساعة بالكتير، بس كل دقيقتين أو 3 كنت بفتح الحلة وأقلب عشان كل المكرونة تستوي نفس السوا، وعشان مفيش مكرونة تلزق من تحت، وكمان عشان أزود مية لو لقيتها محتاجة مية. بس خلوا بالكم وانتوا بتقلبوا انكم تقلبوا بالراحة عشان ما تكسروش المكرونة. ودايما حافظوا على القوام ده، لو أنشف من كده زودوا مية سخنة. فضلت كده لحد ما وصلت لدرجة سوا المكرونة اللي أنا عايزها. دقتها عشان أتأكد إنها استوت فعلا، وعشان أشوف لو ناقصة ملح أو توابل. عشان المكرونة سايلة كده فسهل أوي نزود لها ملح وتوابل بعد ما تستوي بالكامل. عشان كده قلتلكوا في الأول ما تكتروش منها.
بعد ما ظبطت الملح شلتها من على النار. والمبكبكة عشان تفضل مبكبكة فعلا لازم تتاكل وهي سخنة، فخليكوا جاهزين عشان تاكلوها أول ما تستوي، بتبقى أحلى بكتير جدا من لما تبرد. جربوها وقولولي رأيكم. ولو وصلتوا للنقطة دي، شكرا جدا عشان بتتفرجوا للآخر.